من النطاله، يعني من كتر ما اللعيبه خلاص حافظه المهام بتاعتها والبديل على جاهز. يعني كوستيتش ما لعبش معانا ماتش واحد. كوستيتش ده انا هيجنني ليه؟ انت بتتكلم على واحد ما لعبش مع اليوفنتوس اساسا. يعني فلاوفيتش لعب وعك، لعب وعك، كوب ماينرز لعب وعك، نيكو جونزاليز لعب. كوستيتش ما لعبش. يعني كوستيتش ما لعبش اساسا مع اليوفنتوس. يعني انت ده اخر مره يعني بالذكريات، لا انت دربته ولعب معاك قبل كده، ولا هو لعب مع اليوفنتوس الموسم اللي فات. وكأن من كتر النطالة قوي تودور بيغير 5 من التشكيل الأساسي. فرحت جدا، وأعتقد في ناس كتير فرحت بأن تودور الماتشين الأولانيين لعبهم بتشكيل أساسي، وجه في الماتش الثالث المهم الكبير اللي احنا عايزين نقيس نفسنا عليه، بدل ما ينزل بالتشكيل الأساسي لا ده هو غير الحاجة اللي كانت شغالة، اللي كانت شايله الفريق، اللي هو الثلاثي الهجومي يلدز كونسيساو كولوموني، غيرهم تماما بكوب ماينرز فلاوفيتش مع نيكو جونزاليس، واضاف كمان كوستيتش اللي انا ما اعرفش هو لاعبه ليه بدل من كامبياسو، واستبقى على ماكيني وشال كيفرين تورام ونزل بداله لوكاتيلي، يعني مع ماكيني والبرتو كوستا ناحيه اليمين. والثلاثي الدفاعي اللوز العنب اللي احنا عارفينهم، كالولو، سافونا، وكالي مع دي جريجوريو. طبعا شوطين، ويعني يمكن كتبتها على تويتر من يعني مش عارف اقول ايه، خليني احاول اضبط نفسي شويه، لان الواحد يعني بجد متعصب جدا ان الخساره وارده جدا وممكن تخسر عادي، ولكن مش بهذه الطريقه. انت خلاص ضامن التاهل وشايف الفريق اللي قدامك فريق كبير ونازل، يمكن جوارديولا يعني تقريبا نازل بالفريق الاساسي الى حد ما، وحتى نزل لك هالاند الشوط الثاني. يعني ابدا بفريقك الاساسي. انت راجل اساسا لسه بتبني فرقه، ولسه بتثبت تشكيل، ولسه بتتعرف على لاعبين، ولسه بتاخد ثقه في نفسك وفي اللاعبين وفي الجماهير. كل المنظومه دي كلها والاداره كل دول بياخدوا ثقه في نفسهم ان احنا راجعين. جبت عملت ماتشين حلوين جدا هجوميين، ابدا شوف هجومك ده مع السيتي هيبقى عامل ازاي، فرقتك عامله ازاي مع السيتي، وبعدين يبقى غير يا سيدي، نزل اللي انت عايزه، كوستيتش ولا فلاوفيتش ولا اي حاجه. لكن بديلي تشكيل غريب جدا، واغلب الجماهير كانوا قلقانين من خساره تاريخيه، وحصل. يعني السيتي مش هيجي فوت هذه الفرصه، وانت يعني كنت ضايع اكتر من اي وقت مضى حتى دفاعيا. يعني حتى كالولو اللي كان فل شمعه منوره في الدفاع النهارده بيجيب فيك جون يعني 2-1، فتح الماتش عليك بطريقه غريبه، لا حد ضاغط عليه ولا في اي حاجه، كره بتتعرض قام حاططها دي جريجوريو، حتى ما كانش يعني ما اداش الاخوانه انها تجيله، مش نيران صديقه. يعني مش عارف اقول ايه. يعني يمكن حتى انا قلتها برضو من الشوط الاولاني، انت تحس ان اللي يعني كأن فريق ثانوي بيلعب فريق اعدادي. يعني هو وان سايد جيم، السيتي بيحاول وانت قاعد كله مس باس، مش عارف تعمل تمريره واحده صحيحه. ويمكن لما رحت قبل جون التعادل اللي جالنا هديه طبعا من الحارس، وكوب ماينرز عرف يردها، ولكن قبليها يعني فلاوفيتش يضيع كوره ما تضيعش، يعني اللي هي الوحيده اللي حاولنا نعملها. وبعدين انت عامل زي في الملاكمه اللي عامل جارد وقاعد تاخد بنيات ورافع الجارد، ما بتحاولش، ما بتروحش، مالكش شكل، مالكش منظر. يعني حتى كمان التصوير اللي كان من بعيد ده كان كاشف الملعب، هو لوكاتيلي اللي حاول يعمل ثرو وكان اوفسايد، البرتو كوستا اللي كان بيحاول من ناحيه اليمين شويه كواجبات دفاعيه وهجوميه، لكن كوستيتش ضايع. ما اعرفش ليه ضايع، يعني ليه بدا بكوستيتش، انا ما اعرف ايه اللي هو يعني هو ناوي ان هو يكمل بكوستيتش الموسم الجاي. انا مش عارف ايه كوستيتش اللي بدا بيه اوت اوف نوير، يعني مين كوستيتش ما اعرفش وكمل بيه. ليه فلاوفيتش عندك كولومواني؟ ليه الثلاثي الهجومي دفعه واحده كوب ماينرز ونيكو جونزاليس؟ يعني حتى كوب ماينرز مش مكانه، ونيكو جونزاليس ممكن ماشي مكانه، والاثنين يعني اساسا احنا بنحاول ننصبهم ان هم نرجع لهم الثقه في نفسهم. يعني خلاص انت كده خسرتهم تقريبا الى الابد مع فلاوفيتش. يعني لما انت عايز تدي ثقه لعنصر ما، ضيفه مع عناصر تانية. يعني خلي مثلا يلدز وكولومواني وتحتيهم نيكو جونزاليس معاهم مثلا، فالولد يحس ان في حاجه، فساعتها يعني ممكن تعرف العيب فين، وجايز ان هو الولد يشتغل وجايز ياخد ثقه بنفسه. لكن انت منزل لي الثلاثه انسف حمامك القديم، ثلاثي سمك لبن تمر هندي، ايه نيكو جونزاليس مع كوب ماينرز مع فلافيتش، يعني لغايه دلوقتي مش عارف ايه اللي هو كان مستنيه.
يعني انا حقيقي مش عارف، تشكيل كان سيء للغايه. وكوستيتش اللي على الشمال ده قصه تانية مع مكان لوكاتيلي. ماشي، انا مش فارق معايا لوكاتيلي، لو كان بدا بلوكاتيلي مع تورام يا ريت، لكن حتى بدا بلوكاتيلي مع مكاني، ايه اصراره على مكاني؟ يعني الجزء القوي اللي كان عندنا هجوميا، اللي هو كان فعال واللي هو كان مؤثر الماتشين اللي فاتوا، هو غيره تماما واستبقى على الدفاع اللي كان سيء. وطبعا انت بتعتمد على ان انت تلعب جيم دفاعي مع فريق قوي جدا هجوميا وانت ضايع دفاعيا، يعني ملط دفاعيا. انا ما اعرفش النهارده كان تشكيل زفت، وبالرغم من هذا التشكيل برضه ايه الاداء ده؟ مفيش اي حاجه في الملعب، كله ميس باس. انا ما شفتش يوفنتوس، يعني انا بقول وقلتها على تويتر تاني، في كل السنوات الماضيه من اختلاف المدربين، من كل عفن اللي مرضيش على تودو اللي في الفتره الاخيره، واللي مرضيش قبليه على موتا، واللي مرضيش قبليه على أليجري، انا ما شفتش شوط بهذا العفن الكروي او هذا الاداء القذر بصراحه ربنا. انا قاعد قرفان طول الماتش، يعني انا حقيقي ما كنتش عايز اتفرج على الماتش، تقريبا الماتش ما اتفرجتش عليه. يعني انا خلاص حتى مخي مش عايز يستوعب الاجوان، اللي جون سافينيو بصراحه كان حلو، ولكن انا مش عايز افتكر الاجوان. يعني حاصل لي حاله من الدينايل، انا مش عايز اشوف القرف ده، يعني مش طايق ابص ايه القرف ده. عامل ميس باس على طول، انت مش عارف تطلع من الدفاع للوسط، حتى ميس باس على طول، ميس باس على طول، مش عارف تعمل هجمه. وفلاوفيتش ما فيش حاجه غير كل شويه يحاول يستلم الكره وقاعد بيعترض على الحكم، يعني ولا كأن يعني ان هو يعني ايه في ايه بقى يعني. مالك يا ابني يعني بصراحه ربنا. وكوستيتش ليه برضه؟ هرجع تاني اقول كوستيتش ليه؟ كوستيتش ليه؟ تشكيل زفت. يعني بامانه ربنا انا قلقان من الموسم القادم. طبعا تاني تودور هو مدربنا وله كل الدعم طول ما هو مدربنا، وله كل الاحترام على تاريخه الماضي والكلام الجميل ده، ولكن انا قلقان على اليوفنتوس الموسم القادم. حق ربنا من بدري قلتها، يمكن لما كنا بنتكلم على كونتي حسبنا الله ونعم الوكيل بقى، خلص كونتي مشي، ولكن تودور اقل بكثير من مستوى طموحات اليوفنتوس. حتى تداوله للماتش كان عندك فرصه ان انت تدي ثقتك للعيبه دي، انزل بتشكيلك الفول باور، اتعادل، حاول، روح اكسب. وانت بتحاول تخسر مفيش مشكله، يعني انت لو كنت لعبت لعب مفتوح وجيم مفتوح اظن ما كنتش هيحصل حاجه اسوأ من 5-2 يعني. وطبعا الاثنين دول يعني جون هديه وجون في الاخر بتاع فلاوفيتش، يعني مش خلاص بقى كان الليله انتهت يعني، ولكن كان هيحصل ايه اوسخ من 5-2؟ فانا ما اعرفش، تناول الماتش غريب جدا. هو عايز ايه؟ في بعض الكلام ان هو باصص لدور ال 16. طب ما هو لو باصص لدور ال 16 كان المفروض يكسب الماتش ده. انت رحت الناحيه بتاعت بقى الريال، وبعد كده ممكن تقابل باريس وليله يعني انت صعبتها على نفسك. انت لو كنت كسبت النهارده كنت سهلت الامور على نفسك، لو كنت تعادلت، حتى انت لو كنت تعادلت فارق الاهداف في صالحك، لكن انت يعني الماتش ويوم ما تخسر ما تخسرش بالشكل ده. وتاني حاجه، انت ايه الدروس المستفاده اللي انت طلعت بيها؟ يعني انا النهارده ايه اللي انا شفته من اليوفنتوس؟ ده بالعكس، انا شايف ان الفرقه دي كلها نفسيتها اتدمرت، ثقتها بنفسها اتدمرت. احنا كجماهير ثقتنا يعني راحت. انا بالنسبه لي الماتش الجاي ريال مدريد في الغالب هنلبس معاه، واي دلوقتي حد تاني هنلعب معاه، يعني في الغالب خارجين من ريال مدريد والله كسبنا بقى يا رب ان شاء الله. يعني كعبنا ساعات بيبقى عالي على مدريد في الادوار الاقصائيه، وان كان يعني ده مش رايح وراجع يعني، ولكن يعني موضوع صعب جدا. يعني الموضوع صعب جدا، وواضح ان احنا لسه عندنا مشوار طويل من الشغل. وموضوع مش بس صفقتين يتعملوا ولا مش عارف مين، يعني الموضوع برضو مش همسكه في فرديات، لا فلاوفيتش لوحده ولا لوكاتيلي لوحده، عشان كل واحد حابب شخص ولا كاره شخص هنقعد يحملوا شماعه. فلاوفيتش ولا لوكاتيلي ولا نيكو جونزاليس ولا كوب ماينرز ولا حتى دي جريجوريو اللي انا النهارده شايف ان هو تالق، في ناس برضو مش حباه لازم تشتم فيه. فالفكره ولا حتى كيلي النهارده، كيلي يعني كان يعني الولد على قد ما هو كان برضو ضايع وفي السبرنتات بيتكل على طول، ولكن على الاقل كان ماسك نفسه شويه. سافونا جات له اصابه قويه جدا، جايز حتى هتلاقي نفسك بتلعب الريال بروجاني بقى ولا ايه. كالولو النهارده تقريبا ما اعرفش ايه اللي حصل له، سوفت وير هنج منه ولا ايه. يعني الجون الثاني، يعني احنا جا فينا الجون قلنا بس هتبقى فضيحه، اتعادلنا 1-1 قلنا طب يلا نمسك نفسنا شويه رجاله. قاعدين يعني الثلاث خطوط كلهم ضامين في خطين بيدافعوا، وانت قاعده بتحاول ان انت بقى يعني ايه زي ما بقول كده عامل جارد وبتتلقى الضربات. جه بقى الجون بتاع كالولو ده، يعني خلاص كنت على الاقل حافظ على 1-1 وحاول تاذيهم، ولو انها تاذيهم بمين؟
يعني هتأذيهم بمين؟ يعني كوب ماينرز لاعب وسط انت بتلعبه تحت المهاجم او الجناح. نيكو جونزاليس كان سيء جدا برضه. النهارده الفريق كله بصراحه كله، يعني مش هقعد امسك واحد واحد. حتى لما كيفرن تورام ويلدز نزلوا، اول ما نزلوا عملوا شويه نشاط كده، ولكن خلاص انت زي ما بيقولوا كده ستارتد اون ذا رونج فوت، يعني اول القصيده كفر كده. يعني انت البدايه خلاص، هو الماتش بيبقى ليه ظبط. انت من الاول كان المفروض تبدا بتشكيلك القوي الاساسي، تحاول تلعب جيم مفتوح الى حد ما وتلعب على القد، لكن انت نازل يعني واضح ان تودور عامل حساب زياده جدا. وهو بيقول ان جوارديولا، انا بصراحه ربنا اول ما سمعته بيمدح في جوارديولا وان هو بالنسبه له احسن مدرب في العالم، انا حسيت ان في، يعني مش عارف اقول ايه، يعني في حلو الاحترام، بس الاحترام زايد لدرجه ان هو مغلوب الماتش قبل ما يبدأ. بصراحه مش عايز اطول عليكم اكتر من كده، ماتش بصراحه سيء للغايه في كل تفاصيله، مش شايف فيه اي ايجابيات بصراحه ربنا خالص. مش قادر اقول اي ايجابيه للموضوع. الموضوع ده هيلقي بظلاله في الماتشات الجايه الله اعلم، ولكن ربنا يقدرنا. كل القلق كمان على الموسم الجديد، لان هيكون موسم صعب للغايه بهذه الطريقه وهذا التناول. ناس كتير يعني خلاص احنا بقى عندنا عقده من المدربين واللاعبين. عارف ان في لاعبين كتير لا يستحقوا ان هم يرتدوا شعار اليوفنتوس، ولكن مين اللي بيلعبهم؟ يعني انت برضو مين اللي بيلعبهم؟ مين كوستيتش؟ يعني انا عايز اعرف كوستيتش ايه اللي في الحسابات. الموضوع ده منرفزني قوي. يعني روجاني، يعني لو كان بدا بروجاني افهم، عندنا غيابات كثيره في الدفاع. لو كان بدا بكوب ماينرز بدل كوستيتش ناحيه الشمال في الاربعه اللي في الوسط افهمها برضو. يعني عندك كذا بديل تلعب بيه بدل كوستيتش لو انت عايز تريح كامبياسو او عايز تجرب، لكن كوستيتش انت داخل بيه الموسم الجاي حاطه في حساباتك. يعني احنا ده تهريج بقى، ده تهريج يعني. ف وسايبه زي فلاوفيتش سايبه. فكره ان هو باصص لدور ال 16، يعني ماشي خلاص، خلينا يعني نتبنى هذه الوجهه الجميله لغايه ما نشوف ايه اللي هيحصل في دور ال 16. بس لو واحد باصص لدور ال 16 كان ممكن سالزبورج ولا الهلال احسن من ريال مدريد، ولو ان لسه هنشوف الموضوع هيرسى على ايه بقى يعني. ولكن يعني غير كده كمان، يعني كان ممكن ان انت تروح دور ال 16 بخساره حتى برضه، ولكن مش بالشكل المهين ده، مش بالشكل السيء ده. تلعب كوره، تلعب ماتش، تلعب كورتك، تحاول تفرض جيمك، تحاول اللعيبه دي تعمل لنفسها تست مع فرق كبيره، مع احتكاكات كبيره. لكن اللعيبه ما عملتش حاجه، كله حلق، كله بيحلق على الكوره، كله بيحلق على الكوره بيقفل، وعامل زي ماتش اللي هو الزون ديفense، كأن بالظبط الكرة تيجي يطلعها، الكرة تيجي يطلعها، كله ميس باس، قاعد مستني. يعني مش طبيعي بصراحة ربنا، ماتش يحرق الدم. يعني خسارة الساعتين اللي احنا اتفرجناهم على الماتش النهارده بأمانة كان ماتش سيء 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 للغاية، وخسارة مذلة ومهينة 5-2. وكأن يعني بعد ما قعدنا اتكلمنا على الخمسة بتاعت الانتر، ولكن برضو دي حاجة ودي حاجة، يعني دي قصة ودي قصة، ولكن برضو 5 نتيجة كبيرة برضو، يعني رقم صعب، ولكن وكأن احنا موعودين بالخمسة سوات لينا أو علينا. فيعني خلاص، مش عايز اقول هارد لك لان هو ما كانت هارد لك، بس مع تغيير حرف يعني. فهو يعني كل اللي انا اقدر اقوله يعني خلاص، اللي حصل حصل، نبص للي بعده. هنشوف خصمنا في دور ال 16 في الغالب ريال مدريد، ولكن هنشوف ايه اللي هيحصل وخلاص، قدر الله ما شاء فعل. للي بعده هي بطوله اساسا احنا كنا داخلينها كنوع من انواع الماركتينج والفلوس الزياده وكل حاجه. يمكن اول ماتشين يعني طلعوا بينا السما، وخمسه وبتاع ويعني واربعه، فبقى ايه الدنيا حلوه. وللاسف للاسف تاني انت يا تدور لسه بتحاول تكتشف فريقك والفورمولا او الخلطه السريه اللي انت هتلعب بيها للموسم الجديد. ثبت العناصر، اللي يتصاب يبقى غيره، اللي يتعب يبقى غيره. لكن انت جاي وايه التغيير 5 مره واحده؟ يعني ده جوارديولا نفسه ما عملهاش ولا هيعملها. يعني ايه يعني ايه ده؟ ايه ده مره واحده؟ يعني انت لو انت كنت عملت التشكيل الزفت ده مع العين ولا الوداد كان يبقى مفهوم، لكن انت جاي مع السيتي قلعتنا ملط من النطاله، يعني من كتر ما اللعيبه خلاص حافظه المهام بتاعتها والبديل على جاهز. يعني كوستيتش ما لعبش معانا ماتش واحد. كوستيتش ده انا هيجنني ليه؟ انت بتتكلم على واحد ما لعبش مع اليوفنتوس اساسا. يعني فلاوفيتش لعب وعك، لعب وعك، كوب ماينرز لعب وعك، نيكو جونزاليز لعب. كوستيتش ما لعبش يعني كوستيتش ما لعبش اساسا مع اليوفنتوس.
يعني انت ده اخر مره يعني بالذكريات، لا انت دربته ولعب معاك قبل كده، ولا هو لعب مع اليوفنتوس الموسم اللي فات يعني، فانا مش عارف. ولكن خلاص يعني مش هنقعد نضايق نفسنا اكتر من كده، ماتش وعدى، نبص للي بعده، وربنا يصبرنا ويقدرنا ويعيننا على الموسم القادم اللي هيكون في الغالب صعب مع تدور يعني. شو يعني، ما كانوش 1000 كيلو يعني، ولكن يلا هنقول ايه، 1000 كيلو سقهم يعني، كنا دفعنا حق البنزين، ولكن يلا هنقول ايه. اللي اول مره يشوف القناه دي، مش قناه بس عن اليوفنتوس او عن الكوره، فيها كلام طبي وكلام عام. بصوا على القوائم، يا رب تكون قناه ممتعه ومفيده للجميع. ودايما قبل ما بمشي بذكركم بالدعاء لاهلنا في فلسطين، وطبعا لكل المستضعفين، وربنا يحفظ اهلنا برضو في الخليج وفي كل الوطن العربي. احنا شايفين يعني ايه، زي ما بقول ربنا يستر، الله المستعان على القادم، وربنا يعيننا ويصبرنا ويقدرنا. ربنا يدينا العمر والصحة، ونتقابل على خير سواء اللايف الجاي أو الحلقة الجاية. والسلام عليكم ورحمة الله.